المدير الفني الجديد للنادي الاهلي واكيد هيكون باختيار كابتن محمود الخطيب. قبل بس ما نتكلم في اي حاجه خليك عارف ان المدير الفني الاهلي مش جوزيه مورينيو ولا مارك روزا ولا روجر شميت، واكيد برضو مش تشافي هرنانديز. نسيت اقول لك برضو ابل فيريرا مش موجود ومش في الترشيحات، وانسى خالص ان الراجل ده ممكن يكون موجود في النادي الاهلي. ليه؟ لان بالبساطه كده انت مش هتدفع ارقام الناس دي كلها، فما تقعدوش يا جماعه تحوروا وتضحكوا على الناس. ولو اي حد على السوشيال ميديا قال لك انا عارف مين المدير الفني للنادي الاهلي قول له انت كذاب، لان وقت اما كولر جه ما كانش في حد عارف مين مارسيل كولر ده، وبرده لما موسيماني جه مفيش حد كان عارف، لان ما حدش كان يتخيل ان الاداره عندها الجرأه انها تجيب مدير فني من جنوب افريقيا. وبرده لما جه مارتن لاسارتي عمر ما كان في حد عرف مين كنتاكي ده. فانت ما قدامكش حاجه غير انك تستنى، لان النادي الاهلي نفسه ما يعرفش هيجيب مين. ولو كل مره سمعت اسم روجر شميت وجوزيه مورينيو وما اعرفش تشافي هرنانديز ومارك روزا، كل الكلام ده كلام فاضي عشان بس ايه؟ تعمل لغط كده وقلق ونوش وتبان ان انت عندك امكانيات وان انت عندك اخبار جامده جدا. لكن صدقني وانا بقول لك من دلوقتي ولا واحد من اوروبا هيجي النادي الاهلي، واما نشوف مين الكارثه الجديده بعد خوسيه ريبيرو.